السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. معكم محمد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لايك لهذا الفيديو إلى عجبكم، الاشتراك في القناة. من بين الأساليب ديال التلاعب اللي كيستعملوهم البنات ضد الرجال هي داكشي اللي كيسميوه هما بالأخلاق الحميدة ديال الراجل، يعني الأخلاق ديال الراجل كيفاش خاصها تكون. انت إلا عندك هاد الأخلاق هادو اللي هما كيسميوهم أخلاق، راه غادي تعيش مزيان مع ديك السيده وما غادي يكون عندك حتى شي مشكل. وبين قوسين يعني هي ما غادي يكونش عندها حتى شي مشكل معاك، ولكن انت غتكون معامر مشاكل بطبيعه الحال. كاينين جوج ديال النقاط، كاين النقطه اللي كتسمى الاخلاق الحميده عندهم، وكاين الحاجه الثانيه هي قمع العواطف ديال الرجل. هذه ما غاديش نهضر عليها اليوم، غنهضر غير على الاخلاق الحميده. باين ومعروف باللي ان البنت كتبغي تدخل في علاقه مع واحد الراجل اللي عنده اس ام في ديالو مزيان. الا كان بالاستطاعه تدخل مع واحد اللي عنده الاس ام في ديالو مزيان بزاف، فراه تدخل معاه في علاقه. الا هي كتقول راه ما يمكنش ليا نوصل لهداك السيد، ابعد عليا فين غنتلاقى معاه وفين غنهضر معاه اصلا. هنا كتشوف هذاك الراجل اللي هو الفا ولا سيغما عنده اس ام في مزيان في لونطوراج ديالها. هنا كما كان الحال غادي نفهموا باللي ان هاد السيده هادي ولا المراه بصفه عامه راه كتبغي تدخل في علاقه مع واحد السيد اللي عنده اس ام في مزيان. يعني شي واحد ما عندوش اس ام في وما عندوش الفلوس، ما عنده والو، هذاك ما داخلش في الحسابات ديالهم. دابا الا خيرناهم ما بين جوج ديال الرجال، خيرناهم ما بين واحد عنده اس ام في وواحد اخر عنده اس ام في بحال الاول، غير هذا عنده اخلاق ديالهم هما، يعني عنده شي اخلاق والاخر ما عندوش شي اخلاق. شنو هما هاد الاخلاق اللي كاينين عند الاول؟ الاخلاق اللي كاينين عند الاول هو انه عارف كيفاش يتعامل مع المراه، عارف السيكولوجيه ديال المراه، وعارف الطبيعه ديالها، وعارف اللي عليه هو كراجل، وعنده واحد الاطار ذكوري، وعنده بزاف ديال المواصفات اللي هي رجوليه. هذا غادي نسميوه حنايا راجل ريد بيلي، يعني الفا ريد بيل. هو الفا وعارف اللي عليه، والثاني هو اللي الفا ولكن بلو بيل، ما فاهم والو وعايش في الوهم. هذا كتكون عنده شي اخلاق، هذا الالفا بلو بيل كيكون عنده شي اخلاق كيبغيوهم البنات، وخاصو يكونوا فيهم باش هي تقبل عليه وتقول هذا هو الراجل اللي هو احسن. علاش؟ هذا الشخص هذا عنده الاخلاق الحميده اللي كيسميوهم، هي انك تعامل السيده كملكه. هي خصك يكون عندك الفلوس باش انت هي غتستمر فيك وما غاديش تخاف من ناحيه ديال الفلوس. ولكن انت الا كنتي انسان واعي ما غاديش تبغي، حيت انت عارف اللي عليك وعارف الحدود ديالك. ولكن الا كنتي بلو بيل يعني حمار حاشاكم، هي هادشي اللي بغات. اولا السيد ما عندوش حدود وعايش في الوهم، يعني يقدر يضحك عليه باي اسلوب من الاساليب، ممكن تستعمل معاه اي استراتيجيه وما غاديش ما يجيب. ممكن هذيك الفلوس ديالو تاعك تكذب عليه وتلعب به وتقول له هاد الفلوس انا غادي نعرف شنو غادي ندير بهم. راه كاينين رجال اللي كيعطي الفلوس والمنضه ديالو كياخذها وكيعطيها لمرته وهي كتصرف. هاد الاخلاق هادو هما اللي كيبغوا العيالات يكونوا في الرجال، باش يلاه هي تسميك راجل كامل ومكمول. ولا تعطلت في واحد البلاصه ما عندكش المشكل حيت كتثق في مرتك، اوبن مايندد وداكشي. الا هي كتخونك كتسمح، هذا الراجل اللي مزيان، الراجل اللي واعر، الراجل ديال هاد العصر هو اللي كيسمح. الا كانت هي خدامه وما كتصرفش ماشي مشكل، راه القوامه عليك انت. هنا معمر هاد الراجل هذا يسول على القيمه ديال المراه، هي عارفه بلي ان راه ما عمرو غادي يسول على القيمه ديالها كمراه، وشنو اللي عليه هي ديرو. داكشي علاش هو كيعيش في واحد الفهم وما فاهم مسكين والو. هاد الاخلاق هو الطريقه باش كيبغيو هما هاد الراجل يعاملهم هما كملكه. يعني الا خرجت من الطوموبيل ما تكرهش هذاك الراجل البلو بيل يمشي يحل الباب ديال الطوموبيل وتخرج هي شد لها يديها حتى تخرج. ما تكراش ان الا ما عندكش طوموبيل ان يخلص عليها حتى الفلوس ديال الطاكسي يعطيهم ليها، الا خرجوا هو يخلص، الا دخلت للدار تحيد جاكي يحيد ليها الجاكيطه ديالها،
يجيب ليها الكاس ديال الماء، يعني كيعاملها كملكه. هاد الشيء الا كديرو انت، الا كديرو ولكن ما عندكش الفلوس، مزيان ليها هي، حيت هي غتستغلك، غادي تستغلك وغادي تبروفيتي فيك. ولكن الا عندك فلوس غتبغي مع علاقه اللي هي طويله. علاش؟ لانه بغات تستثمر في داك الفلوس اللي عندك، بدات تاكل وكتعاملها مع ملكه. الا جينا حنايا للمنطق، غادي نقولوا هاد السيده هادي اش غتخسر؟ ما عندها ما تخسر، فلوس كاينين، الراجل اللي كيخدمها كاين، ما كيقول ليها والو، عاطيها الحريه ديالها. وهادو هما الاخلاق الحميده اللي كيقولوا هما كيسميو الاخلاق الحميده عندهم. اما الراجل اللي هو ريد بيلي واللي فاهم اللعبه، سميوه كما بغيتو، ما تبغيش. علاش؟ حيت غيبقى هي اصلا تبقى في الدار، غادي يبغى عارف ان كاينين شي امور ما خاصهاش ديرهم هي، ان داكشي ديال الحب وداكشي ديال المسلسلات وهم. اذا كيكون واحد الانسان اللي هو موقد، وهذا الشيء ما كيبغيوش هما. هذا الراجل اللي هو ريد بلو بيل اللي كيعاملها كملكه وعنده الفلوس، راه كيتسمى حتى الحارس ديالها. كيفاش؟ هي ملي كتكون في الزحام كيجي موراها باش يحاميها الا كانت شي حاجه، باش حتى حاجه ما تقيسهاش، ما يقيسها لا تيو، ما يقيسها لا حتى شي حاجه، يعني حتى حاجه ما توسخش ليها حوايجها. كيعاملها ملي كتكون هي غاده في الطريق، كيكون في الجنب ديالها وكيشوفوا الناس كيفاش كيشوفوا فيها. نقدر نقولوا هذه مزيانه انه كيغير، ولكن ما تنساش ان راه هذا السيد هذا راه هي خلاها اصلا تلبس كيلو داك الكولون، ولبسات شي حاجه اللي هي مثيره بزاف. هذا الراجل هذا هو اللي يقدر يضحي بحياته باش ينقذ هاد السيده هذه مزيانه. ولكن ملي كتكون هاد السيده كتستحق والراجل هو اللي كيحطوه ديما في الواجهه، الا كانت شي حرب كينقذوا الدراري الصغار وكينقذوا العيالات، عاد كيفكروا في الراجل واش ينقذوه ولا لا. هاد الاخلاق هادو الا بغيتي انك تكون بلو بيل، تكون عايش في الوهم وسير خدم دير الفلوس، وفي نفس الوقت عاملها كملكه وما تسولهاش شنو درت وشنو ما دارتش، ديك الساعه غادي تقول لك انت راجل. اما الا عندك معايير وعندك حدود وتندى عندك الشروط ديالك وموقد وفايق، هذيك الساعه غتقول لك انت شويه لاباس، ماشي حتى تما خاصك دوز وبزاف ديال الامور اللي كنسمعوهم دابا. الى عجبكم هذا الفيديو ما عليكم الا ديروا لايك، اشتراك للقناه، ولما لا تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل بزاف ديال الناس. تحياتي لكم الى فيديو اخر، استودعكم الله.